السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة أخبار. أثارت اليوتيوبر المعروفة بأم نعيمة البدوية موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت وهي تستهزئ بالقرآن الكريم في فيديو عرف انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت أم نعيمة الذي يتابعها أكثر من 850 ألف شخص وهي تحكي نكتة تتضمن آية قرآنية، غير أنها حرفتها معوضة إياها بكلام عام في سياق النكتة، الأمر الذي أثار غضب مستخدمي الشبكات الاجتماعية. وطالب عدد من الأشخاص بمعاقبة هذه اليوتيوبر، من بينهم مجموعة من منشئي المحتوى الهادف الذين اعتبروا هذا التصرف بمس العقيدة الإسلامية ولا يجب السكوت عنه، داعين المسؤولين إلى التدخل العاجل. ويعاقب القانون الجنائي من 6 أشهر إلى 2 سنين وغرامة مالية من 20 ألف درهما إلى 200 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة. دمتم سالمين وإلى اللقاء.